السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وصفه اليوم غتكون وجبه غداء او عشاء. الاساس ديالها هو الرز ولا الارز، طريقه اسيويه. كنت في فيديو سابق شاركت معكم واحد الصلصه ولا هريسه اسيويه، وبزاف منكم طلبتوا مني اقتراحات فاش تستعملوا هاد الصلصه هادي. هذا اول اقتراح. هذا الرز هذا كيجي من اطيب واروع ما يكون، سهل سريع التحضير بالخضر. كنتمنى نتوما تجربوه ويعجبكم. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش تضغطوا على مربع الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد وصفاتنا. خليكم مع الفيديو وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. المكونات عندي 250 غرام من الرز. انا هنا استعملت الرز الابيض طويل، وديروا نتوما اللي بغيتو. كتغسلوه مزيان من داك الدقيق ديالو وكتستقطروه، ومن بعد كترقدوه 10 ديال الدقائق حتى ل 15 دقيقه في الماء البارد. هو هذا. دابا غادي ناخذ واحد اناء ولا طنجره كنوضعوا فيها الماء وكنديروه كيغلي مع القليل من الملح. فاش كيوصلنا الماء لدرجه الغليان غادي نضيفوا الرز وكنخليوه كيطيب بالطريقه العاديه، ما كنحركوهش حتى كيطيب. بالنسبه لكميه الماء كتساوي ضعف كميه الارز، يعني درت 250 غرام من الرز غادي ندير 500 مليلتر ولا 500 غرام من الماء. بالنسبه للمكونات عندي هنايا مهم تكون واحد 180 غرام ولا 200 غرام من اللحم المفروم ديال الديك الرومي ولا ديال الدجاج اللي بغيتو. تقدروا تاخذوه جاهز، انا كنطحنو في الدار يعني في البيت. عندي هنايا جوج ديال الفصوص ديال الثومه كبار مقطعين هكا رقاق ولا ديروهم مبشورين. عندي هنا حبه ديال اللفت صغيره مقطعه بشكل طولي، حبه ديال القرعه حتى هي مقطعه، ولا الكوسه مقطعه بشكل طولي يعني بهذا الشكل هذا. وعندي المكور حتى هو كنقطعوه رقيق بشكل طولي بهذا الشكل. الخضر تقدروا ديروا اي حاجه، اي خضره نتوما بغيتو. كذلك نسيت الجزر حتى هو ضروري في هذه الوصفه، نسيتو كنكون خاصني شي حاجه. الجزر غادي عاد نقطعو لانني نسيتو في المكونات، كنعتذر. عندي هنايا هذيك الهريسه اللي حضرنا مع بعضياتنا، نوريكم. رابط الوصفه غادي تلقاوه في صندوق الوصف. هذه هي الاساس ديال هذه الوصفه، يعني ما غنحتاجوش توابل كثيره ولا، لان هذه فيها كل شيء، ويعني كتبقى مده طويله في الثلاجه. حضروا واحد الكميه كثيره واحتفظوا بها. غادي يعني نشارك معكم مجموعه من الاطباق بهذه الهريسه هذه. كذلك غادي نحتاجوا صلصه الصوجا ولا صويا صوص كيف ما كتشاهدوا. صافي. بالنسبه لهاد الهريسه هذه راه حلوه، يعني درتها بالفلفل الحلو. الا بغيتوا ديروها بالفلفل الحار هي هذه. انا غادي نخليها تنقدمها مع الطبق، ما لان الا كانوا معكم وليدات صغار من الافضل يعني ما تطيبوش بها. بالنسبه لطريقه التحضير كناخذوا مقلاة كنوضعوها على نار متوسطه، كنوضعوا القليل من الزيت النباتيه. ضفت في اول شيء الثوم كيف ما كتشاهدوا. دابا غادي نضيفوا اللحم المفروم ديال الديك الرومي ولا ديروا ديال الدجاج ولا ديروا ديال البقري، يعني ديال البقر اللي بغيتو نتوما. هنا غادي نضيف واحد ملعقه كبيره من هذيك الصلصه ولا الهريسه اللي حضرنا. غتلقاو رابط الوصفه في صندوق الوصف وكذلك في اخر الفيديو ان شاء الله. دابا غادي نشحر اول شيء هاد الدجاج هاد الكفته هذه مع الصلصه باش تشرب لنا جيدا. عاد نتمو باقي المراحل. هنا كيف ما كتشاهدوا من بعد ما شحرنا هاد الكفته هذه، دابا غادي نضيف حبه من الجزر مقطعه بشكل طولي. كذلك غادي نضيفوا المكور وايضا اللفت وايضا القرعه. تقدروا ديروا اي خضر نتوما يعني بغيتو تضيفوها، حتى الفلفل الاحمر تقدروا ديروه. كنعتذر. دابا غادي نشحر هاد المكونات هذه وغادي نضيف صلصه الصوجا، تقريبا واحد ملعقه ونصف حتى الملعقتين من صلصه الصوجا. غادي نحرك وغادي نخلي حتى الخضر ديالي يتشربوا هاد التتبيله. هنا كنطيبوا الخضر على نار مرتفعه، ما تديروش نار هادئه باش ما كيتعجنوش هاد الخضر، كيحتاجوا يعني فقط كنشحروهم شي شويه. دابا غادي نضيف القليل جدا من الفلفل الاسود الا بغيتوا. الا ما بغيتوش تستغناو عليه، هذيك الصلصه يعني اللي درنا في الاول كافيه وكتبل لنا هاد الطبق مزيان.
دابا غادي نضيف القليل من الماء ديال الرز كيعطي واحد يعني واحد القوام رائع لهاد الصلصه هذه، كتجي خاطره وبنينه. الا توفر، الا بغيتو، الا ما بغيتوش ديروا ماء عادي غير شويه، والنار كيف ما قلت لكم مرتفعه. غنخليوه لمده ديال 5 دقائق، 4 الى 5 ديال الدقائق، كيكون طبق واجد. هنا كيف ما كتشاهدوا الطبق ديالي تقريبا واجد، كنخليه غير يزيد يتشرب شويه. الا بغيتو عندكم جوج اختيارات، اما ديروا طبق ديال يعني في طبق الرز وديروا فوق منه هاد الخضر هادي مع اللحم المفروم، او تجيبوا الرز وديروه مباشره في هاد المقلاة، ديروه معاه وتخلطوا كل شيء في مره، تخليهم واحد 2 دقائق يتشرب داك الرز الصلصه، وتقدموه يعني بكل شيء مخلط. كتبقى مساله اختياريه. انا فضلت انني ندير يعني نعزل في الصحن، ندير الرز هو الاول، وعاد ندير فوق منه هاد الخضر مع اللحم. هذا هو الشكل النهائي ديال طبق اليوم. كنتمنى يعجبكم، راه كيجي من ألذ واروع ما يكون، سهل يعني غني بالخضر، بسيط ولذيذ. الا جربتوه خليوا لي الراي ديالكم والرد ديالكم في التعليقات. غنقول لكم الان استودعكم الله، والى فيديو اخر باذن الله.